بسم الله الرحمن الرحيم. آه دي حلقة جديدة من سلسلة إعصار أسود اللي شكلي كده هرجع لها تاني. موضوع الحلقة النهاردة هتعرفوه قدام شوية، بس يعني هقول لكم بس الحافز اللي خلاني أعمل الفيديو ده، وهو إن أنا كنت محضر لفيديو، الفيديو رقم 100، واللي للأسف يوتيوب قرر إن هو يمسح لي فيديو نزل من شهر في اليوم اللي نزلت فيه فيديو 100. انت فاهم الفكرة؟ والفيديو 100 اتحظر، ما يبقاش حد ينفع يتفرج عليه، فرجعت قصقصت فيه شوية حاجات، مش طالع كمان بالنتيجة اللي انا حاببها يعني. فلقيت ان دي فرصة جميلة جدا ان انا اتكلم عن موضوع الحلقة النهاردة، اللي هو سكريبت كان متجهز له بقاله فترة بس ما كنتش عاوز اتكلم عنه، وهو موضوع الألم. فدي حلقة جديدة من آثار أسود، وبتتكلم عن الألم. في العادي في حياتنا إن كل واحد فينا بيبدأ علاقة جديدة. البداية بتكون جميلة جدا ومفرحة، بتخرجوا وتاكلوا وتشربوا سوا، بتنتقل حياتك لليفل تاني من السعادة، ليفل ما وصلتوش قبل كده، ليفل سعادة مبالغ فيه. وزي أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها، تبدأ في مرحلة إنكم تسيبوا بعض، وهتتمنى إنك مجنون أو بتتخيل المرحلة دي وإنها ما بتحصلش، بس هتحصل. وهتشوف كل الآمال والأحلام اللي بتبنيها بتتهد. ويبدأ موضوع الفيديو، الألم. ألم نفسي كبير وفراغ في مخك وقلبك مع بعض. القلب اللي عدد ضرباته هيزيد من القلق والخوف انك كده خلاص مش هتلاقي الإنسانة دي في حياتك تاني. والمخ اللي هيكون متحير بين انا عملت ايه، وبين ليه بيحصل لي كده، وبين يا ترى ايه السبب. الألم اللي هيسيطر عليك، الألم اللي هيسيطر عليك وتلاقي نفسك منكسر وغير مضبوط نفسيا. الفقد صعب للغاية فعلا، إحساس مش هتتمناه لألد أعدائك. تبدأ تكون شخص غير نفسك، المنتجة المفكرة المبدعة المنضبطة، وتبدأ مرحلة الخمول الفكري اللي مش هتعوز تمر بيها لو انت في مرحلة دراسية مثلا متقدمة. حياتك هتتدمر بسببك، مش بسبب حد تاني. تفكيرك وراح، عاطفتك وماتت. مش هتقدر تفوز المعركة دي لوحدك، ولكن عندي ليك حلول ما بتنفعش مع معظمنا ولا حتى نفعت معايا. كلم اللي حواليك، حاول تخرج اكتر، تفك اكتر. تركيزك ما يكونش على ده حصل ليه او انا عملت ايه لكل ده. تركيزك يكون على ازاي اخرج من الحالة دي، ولما تطلع منها ما تبدأش علاقة جديدة. ولو بدأت ما تبسطش قوي، انت عارف اخرتها كويس، اخرتها قلق.